أكيد سمعت الكلام ده قبل كده. هنا طلعات الصوابع هتبوظ لك مفاصلك، فاحنا جايين نشوف هل الكلام ده صح ولا لا. الكلام ده بيتقال من زمان قوي من غير أي دراسة أو بحث وراه. الصوت اللي بيحصل لما تطلع صوابعك ده هو بيحصل في السائل اللي جوه الجوينت اسمه ساينوفيال فلويد، بيحصل فيه فقاعة فبتعمل الصوت ده. لما تعرف الحقيقة هتبطل قلق كل مرة لما تطلع صوابعك، كمان هتصحح المعلومة لما حد يقول لك عليها. ممكن تقول لي طب ليه كل الناس متأكدة إن هو بيعمل أرثرايتس وليه مفيش بحث كفاية عن الموضوع ده؟ في دكتور اسمه دونالد أونجر، ده أمه كانت بتقول له نفس الموضوع، أنت لما طلع صوابعك هتبوظ مفاصلك. هو قرر إن هو يطلع صوابع إيده الشمال لمدة 60 سنة. بعد ال 60 سنة عمل إكس راي على دي الاثنين وشايف ان ايده الشمال زي ايده اليمين بالظبط، مفيش ارثرايتس ومفيش اي حاجه. الحقيقه العلميه بسيطه، ان انت لما بتحرك المفصل فده بيغير الضغط جوه المفصل وبيعمل فقاعه ويعمل صوت ويفرقع. مفيش تكسير عظم ومفيش تكسير كارتريدج. يعني المره الجايه لما تسمع الكلام ده قول له انه في دكتور جرب على نفسه 60 سنه عشان يثبت العكس.